يا مساء الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف صحة وسعادة. تعالوا مع بعض هنقول نتائج اللي حصلت في افريقيا، سواء دوري الابطال او سواء في الكونفدرالية. هنبتديها من المارد الاحمر، النادي الاهلي اللي بيوصل رسالة وقوية جدا 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 لكل الفرق الافريقية. انا ناوي على ال 13. النادي الاهلي كسب نادي شبيبة القبائل 4-1 في مباراة كانت جامدة جدا 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 جدا. بعد كده هنيجي نتكلم على نادي بيراميدز اللي فاز 3-0 على نادي اسمه ريفوز يونايتد، وبرضه بيستهل مشواره الافريقي بعد الفوز بالبطوله السنه اللي فاتت. واعتقد المنافسه هتبقى شرسه جدا لان الاهلي السنه دي قوي جدا 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 وراجع لبطولته المحببه. وبيقول لبيراميدز خلي بالك، البطوله بتاعت السنه اللي فاتت كانت استثنائيه. نخلص دوري ابطال افريقيا ونروح للكونفدراليه. ابتداها النادي المصري البورسعيدي بفوز 2-1 على كايزر تشيفز. النادي المصري عمل مباراه حلوه جدا جدا جدا. النادي المصري مع نبيل الكوكي شكله جميل جدا جدا جدا. نيجي لنهاية اللقاءات، وكانت امبارح نادي الزمالك قصاد زيسكو، ونادي الزمالك امبارح فاز 1-0 ويعني عمل مباراة كانت جيدة، ما كانتش وحشة، واكتفى بهدف واحد لا شيء. خليني اقول لك ان الفرق المصرية في سواء الافريقية او في الكونفدرالية فول مارك. كالعادة نقول سلام.